التحليل الأساسي هو اللي كان شغال في أسواق المال قبل 1980. يعني نشأة التحليل الفني ظهرت في آخر 40 أو 45 سنة. قبل كده كان اللي شغال هو التحليل الأساسي، والتحليل الأساسي بيختلف حسب سوق المال اللي انت شغال عليه. لو انت شغال على سوق المال في البلد بتاعتك اللي هي البورصة، الأسهم والسندات، هنا التحليل الأساسي هتكون انت مهتم بالقوائم المالية وأرباح الشركات ومضاعف ربحيه السهم وتوزيعات الارباح. اما لو انت شغال مثلا على سلعه زي النفط، هتبقى مهتم قوي باللي هتقوله منظمه اوبك وبانتاج النفط والمعروض والمطلوب، ومخزونات النفط الامريكي عامله ازاي، هل هي زادت ولا قلت، وهكذا. اما لو انت شغال على ازواج العملات، فالتحليل الاساسي هنا هيختلف عن النفط وهيختلف عن ارباح الشركات اللي كنت بتعتمد عليها وانت شغال تداول على الاسهم. فلما تشتغل في ازواج العملات، التحليل الاساسي بيكون عباره عن التضخم، معدلات الفايده، معدلات البطاله، سوق العمل، وهكذا.